الشباب دلوقتي بقوا حالياً بيعملوا آلاف الدولارات حرفياً شهرياً من التيك توك، والشيء المضحك إنهم بيعملوا فيديوهات بسيطة وسهلة جداً وبيعملوها في 15 دقيقة بس، وكلها معمولة بالذكاء الاصطناعي. ولو دخلنا على الصفحة دي هنلاقيها بتعمل فيديوهات عن علم النفس، وفي نفس الوقت بيروج للكتاب الخاص بيه، وفيه 20,000 واحد اشترى منه، يعني عمل مش أقل من نصف مليون ريال. في الفيديو ده هكشف السر إزاي المحتوى ده بيتعمل وإزاي يجيب ملايين المشاهدات. ففي الفيديو ده هكشف عن ترند جديد للفيديوهات، فمفيش حد هيكون عنده أعذار إنه ميعملش فلوس أونلاين. من أسبوع تقريباً كنت قاعد على الجهاز بتصفح على التيك توك، وقبل ما أنام شفت الفيديو النفسي ده اللي كان واضح إنه مش مميز، مجرد صوت بالذكاء الاصطناعي وفيديوهات سهل إنها تتعمل. ولما بصيت كويس لقيته جايب 74,000 لايك. دخلت على الصفحة لقيت حرفياً كل الفيديوهات بتجيب ملايين المشاهدات، يعني الفيديو ده جاب 4 ملايين مشاهدة. ومع بيع الكتاب الخاص بيه عن علم النفس، فالراجل ده عمل حرفياً نص مليون ريال. في الفيديو هنبدأ نعمل فيديوهات زي دي في أقل حرفياً من 10 دقايق. أول شيء السكريبت، وده السبب حرفياً بنسبة 80%، فإن الفيديوهات تجيب مشاهدات أو لا. ولو المونتاج جامد فيديوهاتي هتجيب 0 مشاهدة، إلا إن كنت عامل سكريبت كويس. فدخلت على الشات جي بي تي وكتبت الكلام ده وعملته بطريقة شبيهة لنفس المحتوى الخاص بنفس الصفحة. فكتبت الكلام ده. بعدها الصوت، في مواقع كتير جداً للموضوع ده، ولكن أنا هختار 11 لابس لأنه مجاني وفي أكتر الأصوات واقعية. فدخلت عليه واخترت المكتبة واخترت صوت عميق لأني عاوز أعمل محتوى نفسي زي ده. المرأة تتذكر الشخص الذي يترك أثراً عاطفياً. بعد ما عملت الصوت جه الوقت إني أحط فيديوهات أنمي وصور عميقة، فهعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي. فلقيت موقع جديد يقدر يعمل فيديوهات جامدة جدا، والموقع اسمه هيلو، وقدرت أعمل نتائج مجنونة حرفيا. دخلت على الشات جي بي تي وخليته يعمل شرح بصري لمشاهد أنمي، وحطيته في موقع ليوناردو، وخدت الصور حطيتها في موقع هيلو وعملت الفيديو ده. وبعد ما عملت كل الفيديوهات المطلوبة جه وقت المونتاج. أنا هستخدم كاب كات لانو 100% مجاني وسهل جدا عشان أخلي الصوت واقعي. فده السر اللي بعمله، بشيل الأجزاء الصامتة فالصوت، وعملتها بالطريقة دي عشان الصوت يبقى أفضل. وبعدها حطيت الفيديوهات بالمقاس ده، وعشان أخلي كل الفيديوهات شبه بعض عدلت على اللون شوية من الادجستمنت، وعملت الإعدادات دي، وحطيت إيفكت كويس عشان يضيف عمق للفيديو. بعد كده أهم حاجة إني أضيف الكتاب. 40% من مشاهدي التيك توك بيشاهدوا الفيديوهات بدون صوت، وده شيء صدمني. فلو ما عملتش كتابة كل الناس دي هتسيب الفيديو، فعملت الكتابة التلقائية من هنا، واخترت شكل جامد وحركة سريعة ليه. الشيء الأخير إني أحط موسيقى عميقة عشان تضيف جو نفسي للفيديو، فاخترت الموسيقى ترند على اليوتيوب ونسخت الرابط وحملته من الموقع ده، حطيته في البرنامج وعملت اكستراكت اوديو وقللت الصوت عشان ما يكونش عالي قوي. وبعد كده آخر حاجة المؤثرات الصوتية، فدخلت على الموقع ده وكتبت مثلا بوب أو دينج وهكذا، وحملت كل المؤثرات وأضفتها في الفيديو. وبكده أكون عملت الفيديو. وقبل ما أنزله كان لازم أفهم إن الفيديوهات مش بتجيب مشاهدات من أول مرة، فلازم أعمل مش أقل من 100 فيديو، بعدها أشوف النتيجة. وده كلام مستر بيست. وبكده أكون نزلت الفيديو واستعملت الهاشتاجات الترند من تيك توك كرييتيف سنتر، والموضوع محتاج إني استمر فعلا بدون كسل. وبكده أكون خلصت، ويا رب الفيديو يعجبكم. شكرا على المشاهدة. كيف تسيطر على عقل المرأة وتجعلها تفكر بك باستمرار؟ المرأة تتذكر الشخص الذي يترك أثراً عاطفياً. اجعل لقاءاتك بها مليئة باللحظات المميزة، سواء من خلال الضحك، المغامرات، أو حتى المحادثات العميقة. كل